اهلا اهلا حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبالف صحه وعافيه. نقول لكم انا راني الحمد لله وراني في نعمه الحمد لله يا ربي. قبل ما نبداو لا فيديو نتاعنا كما العاده نصلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا كما راكم تشوفوا انا جبت لكم المجموعه نتاع الفيسبوك اللي راح بنات كامل اللي حابه تدخل لها نقول لها هذه هي. اكتبي قناه المستقبل سامي بولو، راح تدخلي للفيسبوك تكتبيها راح تجيك طلب انضمام، ديري طلب انضمام وراح نقبلوك وتدخلي فيها وشاركينا واش عندك وواش خيطتي. بما انه البنات راهم البارح جاوني في اللايف وقالوا لي رانا جربنا القندوره اللي فاتت وجات روعه وكامل. انا ماذا بيا تدخلوا للمجموعه وتحطوا هذاك الصور باش تحفزوا الباقيين، يعني بما انكم مبتدئين تدخلوا للمجموعه وتحفزوهم، تحطوا لنا اي تساؤلات كذلك تحطوها تما. ونشكر بزاف 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 المتتبعين، وكما قلت لكم حبيباتي نشكر بزاف بزاف المتتبعين اللي خلاو لي تعليقات ايجابيه، ونقول لكم ما شاء الله عليكم. كمية هائلة من التعليقات ما شاء الله عليها، كل وحدة تدعي لي بدعوة الخير، كل وحدة تقول لي ديري لي قندورة تاع دبل اكس ال قبل العيد، كل وحدة حطت لي سؤالها ما شاء الله عليكم. نقول لكم ربي يبارك عليكم، نقول لكم فرحتوني بزاف بزاف، راني نتونس بالتعليقات تاعكم وراني نقرا فيهم وحدة بوحدة، واكيد اللي ما لحقتش تجاوبتها راني كل مرة نجاوب على تعليق ولو نخلي لك علم جزائري. وكما قلت لكم في الفيديوهات تاعي نتمنى منكم اللي تشاهد فيديو نتاعي تخلي لي تعليقها ولا السؤال نتاعها تحت لا فيديو، واللي ما عندهاش يعني اي سؤال ولا حاجه تخلي لنا علم جزائري. نتمنى العلم الجزائري في لي كومونتير يدير حاله. نقول لكم بارك الله فيكم، نقول لكم ندعي لكم دعوه خير من عندي. وكما قالت لي وحده راكي تقدمي لنا دروس من قلبك، انا شوفي نقدم لكم من قلبي احسن من اني ندس عليكم ولا نخبي عليكم حاجه. اي حاجه في قلبي راح نوريها لكم، وانتم ما تبخلونيش غير بليجام والبارطاج، عاونوني غير بالبارطاج حبيباتي هكا باش توصل قناتي وبكم انا نستمر. واللي ماش مشتركه في قناتي راها تشوف في الفيديو تاعي لاول مره نقولها اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس هكا باش يلحقك كل ما هو جديد. اللي ماش يوصلها الاشعار تاعي نقولها باللي ديزابوني يعني الغي الاشتراك وعاودي اشتركي هكا باش يلحقك الجديد تاعي. هنا نطلقوا الى الادوات. كوحده مبتدئه ولا كوحده خياطه لازم لك ادوات باش تبداي الخياطه. هنا عندي زوج تاع المقاس، والثالث هذا هو المقص الكبير اللي راح نقصوا به القماش والمقص الصغير اللي راح نقصوا به مثلا الورق، والمقص الثالث تاع الخيوط هذاك اللي راح نخلي لكم الصوره تاعو. وهنا عندي الخيوط يعني نوعيه الخيط، انا نتمنى انكم تشروا نوعيه ما شاء الله عليها. شوفوا اشروا بما انكم مبتدئين اللي راح يبدوا معايا اشروا كبه بيضاء وكبه كحله، واذا بغيتوا الالوان هذه هي اشروا الكبه الكبيره، لانه الكبه الكبيره النوعيه تاع الخيط تاعها رفيعه ما شاء الله عليها يعني ما تتقطعش. اما بالنسبه هادو الصغار ما ننصحكمش بيهم ابدا. هادو الصغار اذا حبيتوا هكا تعمروا ولا ديروا عقاش ولا حاجه هذه هي. والالوان اذا حبيتوا تشروا على حسب القندوره هذيك حاجتكم. وهذه الاله هذه مانيش عارفه كيفاش نسميها لكم. هذه مثلا اذا خيطتوا بالماكينه وغلطتوا هذه الاله تساعدكم انكم تنحوا هذاك الخيط، يعني تفزروا هذاك الخيط، وهذه الاله تدو كابتور تاعها وتدوها عند لوازم الخياطه يعطيها لكم. وهنا نستعين بالمساسيك باش اذا خيطنا قندوره ولا حاجه تاع لاستيك اكيد راح نخرجوا بها لاستيك. وهنا عندي الدبابيز، هادو الدبابيز راهي تنباع في باطا كيما هكا ولا باطا مربعه. هنا قلت لكم لوازم هادو تلقاهم عند لوازم هادو الادوات تلقاهم عند لوازم اللي يبيعوا الخياطه. هادو الدبابيز يساعدوكم
بزاف انكم تكفوا بهم ولا ديروا تسجاف ولا تحكموا به القماش. واللي ما عندهاش دبابيز كيما هادو اكيد عندكم هذه النوعيه نتاع الخمارات. ما كاش مرا ما عندهاش هذه النوعيه لي زيبانغ نتاع الخمارات، في كل بيت موجود لي زيبانغ. اشروا حتى من هذيك. وهنايا ننصحكم انكم تشروا لي بالي. الابره لازم تكون متواجده عندكم، لانه الابره يجي حاجه اللي وين نستعملوا الابره وما نستعملوش الماشينه، مثلا العقاش ولا اي حاجه تبغي تركبيها ولا. المهم هذه هي. وهنايا لازم علينا القلم. القلم ضروري حبيباتي، هنا القلم ضروري، يا اما القلم وهنا تاني يعني تمركي به اي حاجه تمركي به. وكما راكم تشوفوا هنايا انا عندي هذو 3 انواع تاع طباشير. راح نخلي لكم النوع هذا الثالث، وهذا النوع هذا النوع الطباشير اللي كنا نكتبوا به بكري في الجيل القديم، كنا نكتبوا فيه في الطبشوره في السبوره، حد الان مازالوا يكتبوا فيه. وهذه النوعيه اللي راكم تشوفوا فيها هذه تاني تنتبع عند لوازم الخياطه، راها الصوره تاعها خليها لكم. وهذه راها صابونه البنات. يعني هنايا البنات في الخياطه لازم تتحايلوا، مش لازم تكون هذو الادوات كامله، لازم طبشور واحد وخلاص. قد ما تمركي به يعني قد ما تفصلي به باش يبان لك على القماش. بالنسبه لي انا ندير لكم القلم غير باش يبان لكم في لا فيديو. هذاك راهو صابونه، يعني صابونه تاع الريحه، من تغسلوا بها يبقى مرسو صغير، يعني تيبسوها تخرجوها برا تخلوها تنشف ومن بعدها عادي تجوا تفصلوا بها، راها تتمركلكم عادي على القماش. وهنا الحاجه الضروريه باش نفصلوا يعني الميطره. كما راكم تشوفوا هذه هي الميطره انا اللي نستعملها، تجيبوها تشروها، هي ضروريه باش نفصلوا القماش تاعنا. وهنايا عندي هادو الادوات. انا هادو الادوات ما ننصحكمش بهم، هادو يقولوا لهم مساطر البيروكي، يعني اللي تكون مبتدئه تقدر تخدم بهم، بصح اللي تكون يعني موالفه على الخياطه ننصحكم باللي ما تخدموش بهم. اذا والفتوا بهم من المبتدئه، يعني كانسانه مبتدئه، اذا خدمتي بمساطر بيروكي تقعدي دائما تخدمي بهم، يعني هي فصلتها تجي شابه او ميم طو تقعدي تاكل عليهم. هذه هي. وهنايا لازم لنا المسطره. انا ما عنديش المسطره، انا نستعمل الكوس. اذا عندكم مسطره اخدموا بالمسطره، اذا ما عندكمش استعملوا الكوس عادي جدا. يعني هنايا تحايلوا مع الخياطه، مش لازم ديك الحاجه تكون كاينه، لازم تبدلوها بحاجه واحده اخرى. يعني الكوس والمسطره راهو كيف غير هذاك عنده زاويه قائمه. وهنايا الحاجه الضروريه والاهم انك كخياطه وبالنسبه للمبتدئين نتمنى كامل تشروا ريجيست يعني ولا كراسه وتسجلوا معايا الدروس هذه اللي راهي جايه، باش ندير لكم تعليم الدروس من الصفر ورايحين نكملوا عليها. وهذاك الريجيست يعني تقدروا تحطوا فيه قياسات المرأة، يعني كي تبداو تخيطوا تدوا تحطوا عليها القياسات وهي رايحه. وهنايا كما راكم تشوفوا انا عندي لافيزلين، هذه لافيزلين تشروها كذلك من عند لوازم الخياطه، فيها عده انواع، فيها الرقيقه، فيها المتوسطه، وفيها الخشينه يعني الغليظه كامل. انا راني نوري لكم هنايا كاينه الجهه اللي تبريي، بالك راهي تبان لكم، يعني الكاميرا راها ملاخره، هذيك اللي تبريي هي اللي تحطيها على القماش وتحدي بيها. اما الجهه اللي ما تبريش هي اللي تجي من الفوق، واما اللي تبري هي اللي تجي مع القماش قد هكا باش كي تحدي راح تلصق معك. وحنا كيما راكم تشوفوا الحاجه الضروريه واللي تخلي لا فينيسيون نتاع القندوره تاعك هي الحداده. لازم لك الحداده، اذا ما عندكش الحداده عادي جدا، بصح انا ننصحك انك تكون عندك حداده في الدار هكا باش تجي لا فينيسيون شابه. والحاجه المهمه والاخيره هي الماكينه. هذه هي الماكينه، يعني مش هذه هي النوعيه، يعني لازم تكون عندك ماكينه في الدار باش تقدري انك تخيطي معانا ان شاء الله. يا لو كان تشري حاجه صغيره غير تاع الفاليزه صغيره، مش لازم تشري وحده كبيره لما درهماتك، شري وحده غير تاع 1,600,000 ولا 1,400,000. كاين ماكينات اللي تاع الفاليزه يعني تاع المحموله كما يقولوا، الماكينه المحموله راهم كاينين باقل ثمن، مش شرط تشري وحده غاليه، اشري وحده رخيصه ابداي بها بلا ما كونتي روحك، ومن بعدها كي تحكمي روحك ان شاء الله وتبداي مشاريع. راح ندير لكم مشاريع ان شاء الله هكا باش تستفادوا نتوما تاني، يعني
يعني مش غير تتعلموا بهذوك المشاريع، تتعلموا او ميم طو تبيعوا على رواحكم. وهذه هي لا كارت تاعي اللي كنت نخدم بها البغودغي من قبل، دوكا اني استغنيت عليها. هذاك القنادر راهم تاعي انا خدمتهم، يعني انا طرستهم وانا خيطتهم. وهذيك المخده كيما راكم تشوفوا فيها هذيك هي انا كنت طرستها وخدمتها. هنايا نقول لكم ما تبخلونيش غير بليجام، وكثروا لي البارطاج، بكم انا نستمر كما قلت لكم. وان شاء الله باذن الله اللي طلبوني على القنادر تاع الدبل اكس ال نقول لكم باذن الله راح نحط لكم قبل العيد اذا ساعدني الوقت، لانه رانا رايحين نبداو يعني للمبتدئين، دروس للمبتدئين. ندير هكا نغتنم الفرصه ونحط لكم يا لو كان قدوره واحده. وهنا نقول لكم شكرا لكم على المتابعه، ودمتم في حفظ الله جميعا، واحبكم في الله، ودعوه خير منكم لي انا. وكثروا لي التعليقات هكا، واي تساؤلات خلوهم لي في التعليقات. وما كما قلت لكم، والعالم الجزائري نقبله يدير حاله في لي كومونتير، يعني نقبله يدير حاله في التعليقات. ونقول لكم ادخلوا للمجموعه تاعي على الفيسبوك، لانه بعض الاخوات طلبوها مني، قالوا لي افتحي لنا جروب. انا فتحت لكم جروب جديد على الفيسبوك. نقول لكم اللي حبت تنضم لينا تدخل على الفيسبوك، تكتب قناه المستقبل بالعربيه وسامي بولو بالفرنسيه، واكيد راح يديك وديري انضمام، طلب انضمام، وراح نستقبلك اكيد. وراح نخليكم الرابط تاع المجموعه هذه، راح نخليها لكم في اول تعليق مثبت هكا باش تدخلوا عليه، تلقاو رابط بالازرق اضغطوا عليه واكيد راح يديكم ليا. وكما قلت لكم ما تبخلونيش بالبارطاج، يعني انتوما ما عليكم غير تعاونوني بالبارطاج، هذا ما كان، عاونوني بالبارطاج ولكم دعوة خير مني إليكم. وشكرا، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله، في دروس أخرى إن شاء الله.